كمان أنا سهران بسرعات الخيام من اليوم أنا العاقل. أقول لك أمانة افتقشتوا ضحك قزعتوا في واحد أحوال يربط رجال عرض الكنبة. ياح أقول لك كل يوم هو يربط أصحاب الحارة عرض الكنبة، وساعة يضرب عليهم رصاص. المهم ولا خلى لحد من أصحاب الحارة حاله. أوف الله ياخذه إن شاء الله يفكنا منه. وعلى أساس المفصح حقك كان إمام جامع ما شاء الله، هو نفس الصعلكة والبلطجة. يا أختي الصدق المفصع غير أمانة يضحكني، وحتى هو يتبلطق خفيف على القلب. الله يا مريم قد نبقى نتخيل متى بيرجع ونتزوج. وينهم عمي وعمتي اليوم؟ أقول لك بكر أمي اليوم تعبان وبي أسعفي للمستشفى، والله إنني قلق على أمي. أمو بكونا مربوط. هذا الزيطة ربطنا، منك لله يا سفاري، أنت السبب. اللي ما ربطك؟ يشتي 10,000 مني، قال زعم حق حراسة الحارة. طيب خلينا أسألك سؤال، أصحاب الحارة كلهم دفعوا البياس؟ أيوة. والله إنك تستاهل واللي منتكع قدك من جيز الناس. يعني زيطة قال لك كما أنا سهران. أيوة. معناته حذرك. الحمد لله الزيطة يعزنا ما يشلش مني بياس. الله يقويك يا زيطة، اضرب بيد بن حديد، احنا معك. شفت موقع عوال الزيطة كون صاحب البقالة بالرجل. أسألك بالله اللي ما كونه. تخيل يا طافش، ما رضاش صاحب البقالة يدينه. والله أنا زعلت عليه، لا حول ولا قوة. الله يصبره. أين هو الآن؟ يسعفونه للمستشفى. أنا أسألك على الزيطة صاحب البقالة يستاهل. اللي موتي عقبكم دخلت الحارة تعاندوا قال يقول لكم كمان أنا سهران. الرجال فاصل أساسي بكرة شو جاي يحاسبه؟ يا مقاعي نزل 3 برام لحم لعمك الزيطة بسرعة. بسرعة يا مقاعي، باشر عمك الزيطة. هات ملخاخ. يا زيطة يا أخي لو سمحت، حسابك كثر عندي، حاسبنا لو سمحت. كمان أنا سهران، تعرف كيف سهران فاصل ل1000. وما اللي بعمل لك انت سهران؟ حاسبنا وروح ترقد لك. وعادك تشتي مني بياس يا ناكر المعروف، أنا اللي رجعته لك محلك نسيت. وما اللي ولا رجعت لي المحل، سجلت تاكلنا وتاكل ضماري. ما بوش والله ما تدي فلس، اللحمة حقك عريز تهبل. هيا كما عشتقي عندي. والله ما كذبوش اصحاب الحارة، والله انه سعلوك. انا اشوري لك يا زيطة. هيا يا زيطة كما عشتقي عندي، المطعم ماش حق ابوك تمام. ايه طيب من عيني بوريك يصلع. الان يا مقعي نزل الصور كلهن حق الصعلوك، مصنف ليه من صوره. يا زيطة اللي مو خزقت التاني حقي، لا تنكرش كشف امك بالحارة كلها. ما لا منو قال لك ان انا ناكر؟ يعني معترف ها؟ هيا اشهدوا يا اصحاب الحارة. خارج لك من جنبي بأسرع وقت، انا سهران مشيه تحمل بظلمك. اسألك بالله تروح ترقد، قلنا تبنا من الصبح الحارة كلها. انا سهران. انا اذا ما قبلك اليوم يا سهران ما نطافش، شخلوك ترقد ما تقومش ولا تسهر مرة ثانية. في كل زمان ربي يرسل شخص صالح يخلص الأمة من الظالم. كما أنا سهران. اليوم يومك يا زيطة، اليوم يومك يا زيطة. كما أنا سهران، اليوم يومك يا كما أنا سهران. مقال سهرين كما أنا سهران. هلا ظهري أوجعنا، تعبتوا، بس الموضوع يستاهل والوطن يستاهل. والله عدنا ما عملتوا حاجة. أما دام السهر هو يتعبك ويتعبنا، الحل ترقد نقدك يا زيطة. كما أنا سهران. الحمد لله كملتوا، عباقي اطرح له الطعم الثمين.
أعمل له الخاتم هناك، خلوه يجري له عنده، أنا شوري له كمان أنا سهران. عندك على هبالة يا زيطة، المقلب حقي راح القبر، راح المقبرة، تقرأ الفاتحة على قده وفلت الخاتم هناك. ما لا معمل لك أنا روح لك مني سهران، كمان حالتي تفصل عندي 2000 ألف. أما لما أفتكش أروح وحدي، تعال أنا وأنت شندلك 10,000، حصلتوا ولا ما حصلتوش؟ طي حقك. إذا هو على كذا تمام توكلنا. تعرف وين القبر؟ زيت على قليل كحنك نوصل. ايش رايك يا عم طافش اذا حصلنا الخاتم نروح نبيعه ونشل البيس لنا نص بنص؟ امانه لو حصلتوه والله شكفت عاره للجيب واجلس ادور معه للصباح. انا متاكد انه يا زيت وقف. مو بينك وين القبر حق جدك يا طافش؟ حصلتوا الخاتم يا عم طافش؟ مو بينك زي ما قلتوا لك نروح نبيعه صح؟ طب حق الله تندير خاتم، انا افدى لك لو سمحت، والله انا بكره وانا ندير لك 10,000، اقول لك والله انه معي حواله. اذو التلفون، ها اين التلفون؟ والله انه بالمقبره. الحمد لله، الحلال عمره ما يضيع. انا خير اروح، والله الناس طلعت تحت، لكن قوقة الزيطة فوق وقفة، انا اللي اشتركي قليل بس. الله رجلك تسرع أولو يا أصحاب اللي هنا، أنا أفدى لكم في حد هنا. إذا حمي يخرجنا من الحفرة هذه، قي مقبرة والله ما بحد، منوش خرجنا، خرجونا من الحفرة. مودي الدوشة منو صيح، أنا هارب داخل المقبرة. وي أنا صيح، أنا ما العارك تخلينا نرقد. أنت عريقي، يا عريقي مدلي بالحبل عندك جنب الشجرة، لو سمحت ساعدنا يا أخي. وي الله يا رجلي، شكلك تسرع يا عريقي، تروحنا أنا أفدالك. مو دخلنا بأفكارك، الشرقوت قوم اجزاء. وي أسألك بالله ما حصلت هنا الشرقوت إلا بالمقبرة. أحسن مكان عندي هنا لراقة 350 سنة هنا، الدنيا هدوء. وي الله والخرط اللي فوقك خلك 350 سنة. والله ما حد زعقنا إلا أنت اليوم. وي أنديت لنا القنان أول تحفير، وبعدين لقيت أنت واحد، بعدين لقيت واحدك فلت الحفرة وقال الست تصيح. الله يا أخي مع الوقع نسيت أسلم عليك واشكرك. المك يدك قيس على الهيكل العظمي، كم لك ما تأكل؟ ملانا هيكل عظمي. الله يركز معك، أذو معي شعينك. الشرقوت قوم اجزاء. الله لو سبر الدلالة وبتاع الأرضية بحصل 4 مليون.
المفروض انك تتقرب من ابو اميرة يا زيطة، اعرف كيف تلعبها صح. يا عم سامحنا، انا اسف كنت سهران، انا زي ابنك وهذه دبغة وبازيد اوصل لك هي للباب. يا سفاري بارك لي بتاع الارضية وحصلت 4 مليون. سبر لك يا زيطة، سبرت لك. ملا يا زيطة، كنت بتذكر اخوك باي حاجة، ربنا ما يحرمناش ملا. هيا يابا طمني، مو قال لك الدكتور على أمي؟ قال ضروري أسافر الأردن بأسرع وقت. تمام يابا، بكروا الصباح واقطعوا الجوازات وسافرتم بسرعة، والله إنني خايف على أمي. يا عم قاسم أنا بدخل لك بالموضوع دغري. يا عم أنا جيت أطلب يد بنتك أميرة ومستعد أدفع لك الآن كما تشتي مهر. ملا يا ابني، قد جبت كلمة للمفصع. مالك عادك ما جريت يا حاج، المفصع قامت والحارة كلهم دارين. والله ما لي علم إلا منك. لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. الله يرحمك يا مفصع. الفاتحة على روحك يا مفصع. وهذه صورته مكفن. يا أميرة، تعرفي ذاك الأحوال اللي يجلس مع السفاري؟ أيوة، القزة ماله؟ أجا يطلب يدك مني. والله لو يكون آخر واحد بالدنيا. وبعدين يابا، مش انت قد جبت كلمة المفصع؟ يا بنتي، في خبر إن المفصع مات، الله يرحمه. ها؟ منو قال لك يابا؟ قد الحارة كلهم دارين إلا احنا، وشفتوا صورة له هو مكفن، الله يرحمه. البنت تعبانة الآن، ولما نسأله برد لك جواب. الكلمة كلمتك يا حاج، ومن متى نحن نسأل البنات؟ يا ابني هي حياته، تختار اللي تشتي. أنا ما بكبر على موضوع يخص مستقبله. يعني يا ابني قدك مقتدر تتزواج وتفتح بيت، أنا أشوفك واصل بالشارع بلا عمل. يا عام أنا أشتغل وأدخل بياس وأنا جالس ببقعتي، أنا ما أجريش بعد البياس، البياس هي اللي تجيلها عندي. بسألك يا عام، أنت كم شرط على المفصع؟ الشرط كان 2 مليون. وعلشان أثبت لك إن أنا قادر، أنت توافق وأنا أدي 3-4 المليون اليوم دفعة كاش. 1000 ينطح 1000، مليون تنطح مليون. أوه ابن الذين الأحوال، منين لو البياس هذه كلها احنا بناها؟ بارك الله فيك يا ابني، وزي ما قلت لك القرار قراره هي، ولما نسأله برد لك جواب. كمان ما سهران ضابط حسين من الزيطة ويعملوا لك في الفيديو واللي مش مشترك اشترك. كنا المفروض نسافر هذا الأسبوع، بس ما معيش بياس، وفي قالوا دكتور تمام شاودي بكرة عنده. أقول لكم ما فيش داعي للتعب والخسارة، أنا أصلا حاسس إنه أجلي قرب، معاهوش ضروري. أني في ذلك يما، عادك بتقومي وبتكوني أحسن من أول، وعادك بتقبرين إحنا كلنا. يابا رديت جواب للزيطة؟ لا، قلتوا له القرار قرارك من شان أصرفه. أني موافق. أنا لا يمكن أوافق عليه. خلاص يابا أني موافق.